السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، ودايما يا رب بخير. معاكم سماح احمد، والنهاردة هنعمل مع بعض طاجن مكرونة بالصلصة وباللحمة المفرومة. بنشتريه من بره غالي، لكن هنعمله في البيت بطريقة اقتصادية، وحاجة كده عاملينها على ايدينا وعارفين مصدرها ايه، وحاجة نضيفة بنأكل ولادنا حاجات بإيدينا احنا. هو سهل جدا وسريع جدا جدا، يعني أكلة كمان للمستعجلين، مش بياخد أي وقت خالص خالص، وطريقته سهلة وإن شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف طريقتنا. أول حاجة حطيت معلقتين سمنة في المقلاية بتاعتنا واللحمة، أو ممكن تحطوا معلقتين زيت كبار زي ما تحبوا. نقلب اللحمة كده، نحط بقى التوابل بتاعتنا. حطيت معلقة فلفل صغيرة وكمون وكزبرة وبهارات 7، وقلبتهم برضو مع بعض عشان يطلعوا الريحة بتاعتهم. وبعد كده نزلت بقى بالبصل. انا شوحت اللحمة كويس، نزلت منها المية بتاعتها كلها. بعد كده حطيت التوابل لما الزيت اللي فيها بان بقى والسمنة. وبعد كده حطيت البصل وحطيت معلقة خل، ونقلب كده كله مع بعض. لحد كده ما البصل يدبل ويستوي مع اللحمة. بعد كده بقى هنزل بالفلفل، فلفل بقى رومي، فلفل الوان، فلفل حامي زي ما تحبوا، بس الفلفل بيديله طعم جميل جدا الطاجن. نقلبهم كده مع بعض. هي كده استوت خلاص، نشيلها بقى ونروح نحضر المقلاية بتاعتنا برضو او الحلة، وننزل فيها بمعلقتين كبار زيت وحتة تومة او 4 فصوص توم مفرومين او مقطعين حتت صغيرة. بعد كده بقى هنزل بنص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة، سر المحلات بقى. ونقلب التومة، تدي بقى ريحة وطعم جميل جدا، لغاية بس ما يبقى لونها ذهبي. بعد كده بقى هنزل برضو بحبة خل. خلي ده بقى بيديها طعم خطير ورهيب. بعد كده هنزل بقى بالطماطم، انا عصراها ومصفياها نص كيلو، وحاطه عليه معلقتين كبار صلصة ومعاهم واحدة ماجي. بعد كده طبعا هنحط معلقة السكر عشان الحموضة. بعد كده بقى هنحط التوابل، الفلفل الأسمر نص معلقة صغيرة، والبهارات ال7. طبعا احنا حطينا الكمون والكزبرة فمش هنحط تاني. ونقلب كده عشان المكعب يدوب. الماجي اختياري على فكرة برضو. بعد كده بقى هنزل بالملح، انا حطيت ملح الصلصة وهحط بقى ملح برضو المكرونة. حطيت معلقتين ملح صغيرين للصلصة وللمكرونة. بعد ما الصلصة اتسبكت كده هنحط بقى كوبايتين مية، وتغلي غلوتين ونطفي عليها.
ونروح بقى نحضر الطاجن بتاعنا. انا حطيت فيه معلقة زيت ودهنت بيها الطاجن كده. بعد كده بقى ننزل باللحمة بتاعتنا اللي احنا معصجينها بالبصل والفلفل. نفردها كده. بعد كده بقى ننزل بالمكرونة. مش بنسلقها ولا اي حاجة. نوزع كده المكرونة. بعد كده بقى نجيب الصلصة بتاعتنا وننزلها على المكرونة. طبعا لو الصلصة ما كفتش منكم ممكن تزودوا كوباية مية، بس الحمد لله كفت معايا وزيادة. بعد كده بقى هنغطيها بورق فويل، ورق حراري. وندخلها بقى في الفرن على درجة حرارة عالية أو 200. وبعد كده بقى بعد ما استوت، بسم الله ما شاء الله، هي بتقعد نص ساعة في الفرن. بعد نص ساعة بالظبط تطلعوها. بسم الله ما شاء الله، خلاص كده نسيبناها تهدى كده شوية. بعد كده بقى ايه، بنوسع بالسكينة كده أو بمعلقة من الجناب بس، عشان لو في أي حاجة لازقة ما تضايقناش واحنا بنقلبها. هي أصلا مش هتلزق لأن احنا دهنين الطاجن بالزيت، بس أنا بعمل ايه احتياط. بس كده. نجيب بقى الطبق اللي احنا هنقلبها فيها. نقلب بقى المكرونة. أحلى طاجن، أحلى من أي محل في البيت، أحلى من المحل بكتير وأنضف وأوفر من جميع الجهات. ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ اتقلب اهو، ما وقعش ولا أي حاجة. أحلى من المحلات. بنأكل ولادنا حاجات مضمونة وعارفين معمولة ازاي في البيت، واقتصادية كمان. حاجة بجد تحفة تحفة تحفة. والطعم بقى أحلى بكتير. أتمنى بقى تجربوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. ولو طريقتي عجبتكم والفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.